السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم سير أحمد حسن من إيزي إنجليزي أكاديمي، والنهاردة إن شاء الله نبتدي الكورس بتاعنا الخاص بالجرامر إيزي إنجليزي جرامر. أول جزء مع بعض Introduction to Grammar، إحنا بنتعرف فيه على أساسيات الجرامر وإيه اللي إحنا هندرسه مع بعض بالظبط، وإيه هي أهم المشاكل اللي هتقابلنا وإحنا بندرس الجرامر. أول ما بنسمع كلمة جرامر بيبقى عندنا feelings أو مشاعر غريبة تجاه الكلمة. أول ما بنسمع كلمة جرامر مرتبطة في ذهننا بحاجة معقدة، حاجة صعبة جدا، مشاكل، خنقه، وبالتالي كلنا بنبقى متضايقين لما بنسمع كلمه جرامر. تمام؟ طيب ايه السبب في كده؟ ان احنا بندرس الجرامر في المدارس بشكل خاطئ شويه، او ما بنمارس او ما بنربطش الجرامر كلغه في اللغه الانجليزيه. طيب ايه الحل لحاجه زي كده، او ازاي اتفادى حاجه زي كده؟ اول حاجه نعرفها what is grammar، يعني ايه كلمه جرامر اصلا عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبه لنا. اول حاجه بيقول لي the rules in a language for changing the form of words and joining them into sentences. بمعنى ايه؟ اول حاجه قال لي عليها rules. rules اللي هي القواعد. rules اللي هي القواعد in a language بالنسبه للغه for the form او changing the form، يعني بتغير شكل الكلمه and words and joining them into sentences، وبتخلينا نستخدم الكلمات بالشكل الجديد بتاعها في إطار مجموعة من الجمل. طيب كلمة rules اللي هي القواعد بالظبط زي ما أكون ببني بيت. بالظبط زي ما أكون ببني بيت. هل ينفع أبني بيت من غير ما يكون في أساس كويس للبيت ده؟ الإجابة لأ. علشان ابني بيت بشكل كويس لازم يكون عندي مجموعه القواعد او الاساسيات اللي انا ببني عليها البيت ده. نفس الفكره بالظبط بالنسبه للجرامر عندنا. لازم ابقى عارف الاول الاساسيات بتاعه الجرامر اللي هتخليني بعد كده اقدر ان انا اشتغل مع الجرامر بشكل عادي جدا وما يبقاش عندي اي مشكله فيه. طيب يبقى تاني الجرامر معناه ايه؟ رولز، يعني قواعد. تمام؟ القواعد دي بتخليني اقدر اكون جمله بشكل سليم واقدر اتعامل مع اللغه بشكل سليم ما يبقاش عندي اي مشكله فيها. اوكي. Challenges to learn and teach grammar. طيب ايه هي التحديات اللي بتقابلنا لما بنيجي نذاكر لاولادنا الجرامر، او انا بذاكر الجرامر مع نفسي؟ ايه هي التحديات او المشاكل اللي بتقابلني وانا بذاكر الجرامر؟ اول حاجه بتقابلني كمشاكل او معوقات بالنسبه لي هي فكره level of the students and teachers، مستوى الطالب نفسه او مستوى المدرس اللي بيدرس له الجزء ده. طيب لو عرفت ان انا انمي مستوى الطالب وامشي معاه بالتدريج خطوه بخطوه وبطريقه صحيحه او بطريقه علميه سليمه، وبالتالي هيكون عندي مستوى الطالب فين؟ في ازدياد، وهيبقى الطالب عنده مقدره ان هو يدرس الجرامر بشكل سليم. نفس القصه بالظبط لو انا عندي التيتشر او المدرس او المحاضر اللي موجود عندي، هل هو مؤهل ان هو يدرس لابني الحاجه بشكل صحيح، ولا المحاضر ذات نفسه عنده مشكله ان هو اسلوبه قديم شويه؟ تمام؟ لازم يكون الاسلوب متطور، ولازم يكون الاسلوب مميز ومناسب للطالب. تاني حاجه بتقابلنا الماتيريال او الكورس بوك. ايه الكتاب اللي انا بدرس منه الجرامر؟ هل انا بدرس الجرامر بس من كتاب المدرسه، ولا من كتاب خارجي، ولا من كتاب مخصص للجزء بتاع الجرامر؟ دي حاجه مهمه جدا احنا لازم نخلي بالنا منها. تالت حاجه الفاسيلتيز اللي هي التسهيلات او الحاجه اللي بتسهل لي ان انا ادرس الجرامر. هل انا بدرس الجرامر مثلا من خلال كتاب المدرسه بس وبكتفي بكده، ولا بيبقى عندي مصادر مختلفه؟ هل مثلا بيبقى عندي مصدر زي اليوتيوب مثلا بعتمد عليه؟ هل بيبقى عندي فيديوهات اقدر ان انا استخدمها في الشرح زي الكورس اللي احنا بنعمله مع بعض دلوقتي، ولا مجرد بس بكتفي بحاجه واحده بس اللي هي الكتاب المدرسي او الكتاب الخارجي وخلاص؟ اخر حاجه واهم حاجه اللي هي practice اللي هي الممارسه. هل انا باخد القاعده وخلاص وبقول ده هي دي القاعده وبسكت على كده، ولا الموضوع بيبقى مختلف ولازم ساعتها ابقى عارف ان الممارسه دي هي اهم جزء في الموضوع كله؟ الممارسه دي هي اهم جزء بالنسبه لي في الموضوع كله. بيقول لي عشان ادرس الجرامر بشكل صحيح بالظبط زي ما احنا قلنا ايه، هنبتدي مع بعض من زيرو لهيرو، من ليفل الصفر او تحت الصفر كمان لحد ما نوصل لمستوى احترافي مع بعض. بيقول لي في قاعده اسمها walk before you run.
هل انا لما بعلم طفل صغير ان هو يمشي بعلمه ازاي يجري الاول، ولا بعلمه ازاي يمشي ستيب باي ستيب او خطوه بخطوه؟ بالظبط كده، زي ما احنا شايفين في الصوره بنمشي بالتدريج، بنمشي خطوه بخطوه. فبقول ايه؟ walk before you run، يعني قبل ما تطلع تجري، قبل ما تتعلم الجري لازم تتعلم ازاي تمشي خطوه بخطوه. يقصد ايه هنا؟ يقصد فكره الاساسيات، يقصد فكره الاساسيات. كل ما اكون متاسس بشكل كويس، كل ما يكون عندي الطالب مميز وبيقدر يتعامل مع اي نوع من القواعد او اي نوع من التمارين بشكل سليم، لان في الاخر احنا بنتكلم عن لغه. كان معاكم احمد حسن من ايزي انجليزي اكاديمي. سلام.